حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة، معي أنا عمار الصالحي. التوقيتات الدستورية بين مطرقة الخلاف الكردي وسندان القلق الشيعي، كيف سيكون المشهد السياسي بالنسبة لرئاسة الجمهورية؟ هل سيذهب الاتحاد الوطني بمرشح والحزب الديمقراطي بمرشح آخر إلى مجلس النواب ليكون الحسم داخل قبة البرلمان؟ بالنسبة للطرف الآخر وهو الإطار التنسيقي، هل سيتمسك بالمالكي أم سنرى هناك تغييرات دراماتيكية في اللحظات الأخيرة ويخرج بمرشح آخر؟ كل هذه الأمور سوف أطرحها في هذه الحلقة من البرنامج مع ضيفي من السليمانية، السيد أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. حياك الله أستاذ أحمد وأهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة. حياك الله أستاذ عمار، تحياتي لك والضيف الكريم مشاهدي قناة كركوك العزيز. حياك الله وأهلا وسهلا بك. وضيفي في الاستوديو السيد حسن المشهداني المراقب للشأن السياسي والمحلل السياسي. حياك الله أستاذ حسن وشكرا لانضمامك إلينا. حياك الله أستاذ عمار، تحية لك ولضيفك الكريم الأستاذ أحمد الهركي ولمشاهدي قناة كركوك. حياك الله جميعا. خليني أبدأ وياك أستاذ أحمد. اليوم المشهد بالبيت الكردي مشهد معقد ومركب بنفس الوقت، كون هناك استحقاقات في حكومة الإقليم وتشكيل حكومة الإقليم، وبالتالي انعكست على منصب رئاسة الجمهورية. اليوم شلون نشوف آخر اللجان المفاوضات أم توقفت فيما يخص الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي فيما يخص منصب رئاسة الجمهورية؟ هل سيذهبون بمرشحين؟ تحية لحضرتك أستاذ عمار ومشاهدي قناة الكريمة. يعني بصراحة في السياسة كل شيء وارد، يعني ولكن ربما قد يكون في هذه الجزئية السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشحين. كان هناك يعني الأحداث الأخيرة هو زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى أربيل والسليمانية لقائه بقيادات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. يعني عقدت بعض الاتصالات والاجتماعات المباشرة وغير المباشرة، ولكن أعتقد السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشحين، مع أنه في السياسة كل شيء وارد. قد تكون هناك مفاجآت اللحظة الأخيرة. طبيعة هذه المشكلة هي مشكلة مركبة. التركيب لا يتعلق فقط يعني التعقيد في المشهد متعلق بتشكيل حكومة الإقليم ورئاسة الجمهورية، حتى في شركائنا الآخرين. هناك يعني مثلا الأخوة في الإطار التنسيقي لديهم موضوع رئاسة الوزراء، يعني لا يوجد إجماع على السيد المالكي، وخاصة بعد تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب. لذلك بعض يعني اعلاميا حتى يتم في هاي الحيثيه استاذ احمد، عذرا للمقاطعه في هاي هل ينتظر الكرد تغيير المالكي يلا يحسمون موضوعهم برئاسه الجمهوريه، ام هو اصلا اكو خلاف برئاسه الجمهوريه؟ البعض يقول متقصدين الكرد بتاخير الحسم لرئاسه الجمهوريه حتى ينتظرون الاطار التنسيقي يسمي مرشح رئيس الوزراء او يغيروه. لا استاذ العزيز، انا قلت لحضرتك هو اكو تداخل بالموضوع، يعني مو بهذا الوصف انه الكرد. انا قلت لحضرتك يعني الجزء الاخر من حديثي، النقطه الاخرى اللي حبيت اشير لها انه الاخوه الشيعه ايضا غير حاسمين لامرهم. نعم. يعني على الاقل في 2018 ايضا كان هناك مرشحين، الدكتور برهم صالح والدكتور فؤاد حسين. حينها الاخوه الشيعه يعني كان هناك رغبه بتمرير رئيس الوزراء حينها عادل عبد المهدي، فتم التصويت وفاز الدكتور برهم صالح، قام بتسمية الدكتور عادل عبد المهدي. فإذا كانت القوى الوردية أنا أتفق هناك خلاف، فلماذا لم يحضر ال 180 أو 190 نائب شيعي إلى قاعة البرلمان حتى يمارسوا نوع من الضغط؟ حينها كانت الأطراف الكردية ستكون أمام الأمر الواقع ومضطرا تدخل الجلسة. لذلك المشكلة يعني هناك نوع من الإحراج الموجود، أنه دخل تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب، يعني أي رئيس جمهورية منتخب يعني بعد الانتخابات سيكون أمام ربما مشكلة يعني في موضوع تكليف المرشح. هذه النقطة الأخرى الإحراج في التصويت، يعني هذه واضحة. بعض القوى في الإطار، بعضها لا أقول الكل، قد يصوت لمرشح ديمقراطي، بالمقابل غالبية الأطراف الأخرى
ستصوت للاتحاد الوطني، وهم اعلنوا ذلك بصراحه. الاطراف السنيه هناك تذمر من الديمقراطي لدى تقدم، واطراف اخرى اعلن صراحه السيد الحلبوسي في لقاء تلفزيوني بانه سيصوت لمرشح الاتحاد، واطراف سنيه اخرى البعض ايضا سيصوت للديمقراطي. هذا يخلق حاله من الحرج السياسي، البعض يرغب بان يكون هناك توافق داخل البيت الكردي. لذلك المعادله متداخله سيدي، جزء منها يتعلق بعدم الحسم داخل المكون الكردي، عدم الحسم داخل المكون الشيعي، الاوضاع الدوليه والاقليميه ايضا، ثم جاءت يعني تعاطي الرئيس الامريكي الحالي مع اي حكومه عراقيه حاليه. استاذ يعني احمد، راح ارجع لك ولكن حتى اريد ان ازم راح ارجع لك لحضرتك بنقطه تغريده ترامب ليست الاتحاد الوطني الكردستاني واتفاقه مع الجيل الجديد. لكن خلينا نشوف راي استاذ حسن بما طرحته حضرتك. استاذ حسن، الكل يعرف تصويت رئيس الجمهوريه مو 50+1، لازم ثلثين، يحتاج لنا اصوات كبيره. اليوم الاطار الشيعي ايضا منقسم، او صحيح الاغلبيه مع الاتحاد الوطني، لكن اكو قسم راح يذهب مع الديمقراطي بمرشحه. حسم موضوع الاطار التنسيقي ام دا يكسب وقت بخصوص السيد المالكي؟ شلون راح يشوف تصويته لرئاسه الجمهوريه؟ راح تنحسم مع التوقيتات الدستوريه؟ حياك الله استاذ عمار، تحيه لك ولضيفك الاستاذ احمد ولمشاهدينا الكرام. طبعا اتفق مع الاستاذ احمد بانه المشكله معقده ومركبه في نفس الوقت. الكل ينظر الى الطرف الاخر، يراقب، يعني الاحزاب الكرديه تراقب الاطار التنسيقي والانشقاقات والاختلافات في المواقف. طبعا مشكله الاحزاب الكرديه بانه اكو هناك مشكله في اختلاف في على راس الاقليم وتشكيل حكومه الاقليم مرتبطه بتشكيل انتخاب رئاسه الجمهوريه. طبعا انتخاب رئيس الجمهوريه يجب ان يكون الحضور 220 نائب، يعني حتى تكون الجلسه مكتمله النصاب يجب ان يكون الحضور النواب 220 نائب، اما في التصويت يجب ان يكون 165 نائب يصوت حتى يعبر رئيس الجمهوريه يعبر الى او يعني اجتاز الحزم. نعم. اذا ما صار اتفاق حسم من الجوله الاولى سيتم الذهاب الى الجوله الثانيه. طبعا الاخوان بالاطار التنسيقي يفضلون ان يتم الاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين والذهاب بمرشح واحد، وهذا الشيء لاحظناه بانتخاب رئيس البرلمان. يعني الاخوان بعض قاده الاطار التنسيقي ضغطوا على الاخوان في تحالف العزم، ويعني قال انه بالنص بانه سيتم يعني هذا الموقف سيؤدي الى شرخ في موقف الاطار التنسيقي. طبعا هذا الشرخ سينعكس على تصويت لرئيس الوزراء. فقيادات الاطار التنسيقي يفضلون انه يتم الاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسي على شخصيه واحده كي تسهل عمليه اختيار رئيس الوزراء اللي هو حاليا مطروح سيد نوري المالكي. لكن داخل الاطار التنسيقي ايضا هناك انقسام كبير على السيد نور المالكي. بعض القوى الاطار التنسيقي متخوفين من الموقف الامريكي، لانه مثل ما عرفت حضرتك انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تغريده يعني وضع خط احمر على ترشيح سيد نور المالكي، وهذا الامر يعني قياده الاطار التنسيقي ياخذوه بنظر الاعتبار. نعم، لكن سافايا راح، نعم. وبالتالي توم براك يعني هو الجديد، فممكن ان تتغير وجهه نظر الامريكا خاصه. وشفنا هناك يعني لقاءات مكوكيه للسيد المالكي مع الامريكان ومع رجال الولايات المتحده، فبالتالي ممكن ان يقنعهم. استاذ عمار، مواقف الولايات المتحده الامريكيه مواقف مؤسساتيه وليس ما يعتمد على الاشخاص. يعني هم حتى يتبدل الشخص المفاوض، لكن يبقى هناك مؤسسه هي اللي تديرها عمليه تفاوض. اي شخص يجي يفاوض مو من كيفه يعني يجتهد ويعطي راي. انا اتوقع بانه الموقف الامريكي موقف ثابت، بانه من رفضهم للسيد نور المالكي، واتمنى منه قيادات الاطار التنسيقي يكونون اكثر حكمه في تقديم شخصيه مقبوله، شخصيه ليست متشدده. نعم، او جدليه. نعم، خلينا ارجع للسليمانيه. استاذ احمد، وضح لنا الاتفاق اللي صار ما بين الجيل الجديد والاتحاد الوطني، والجميع يعني شاف هناك يعني حركه قويه او جريئه بهذا الاتفاق لمحاوله الضغط على البارتي بتشكيل الحكومه. هل هذا الاتفاق هو اتفاق يعني مرحلي وينتهي ام اتفاق استراتيجي؟ هل سينضمون قوى معارضه اخرى للضغط على البارتي لتشكيل الحكومه؟ المناصب اللي يريدها الاتحاد الوطني داخل اقليم كردستان، ونسمع بان مناصب امنيه، وضح لنا هاي الصوره شلون راح تصير. نعم، هو اولا بصوره واخرى الاتفاق مع الجيل الجديد اتفاق مهم. نحن كنا نقول دائما بان حتى لو حسبناها كمعادله عدديه ان التوازن عاد الى اقليم كردستان، والديمقراطي لا يستطيع بمفرده ان يشكل حكومه الاقليم. ربما البعض كانت غائبه
عنده هذه النقطة. الاتفاق بين الاتحاد والجيل الجديد حسب هذه الجدلية. نحن نتحدث عن معادلة عددية بين الاتحاد والجيل الجديد، ومقعدين من الكوتا يعادل 40 مقعد من أصل 100، مقابل الطرف الآخر لديه 42. يعني الفارق يعني قريب جدا، وفقط هناك 18 مقعد المتبقي للمعارضة. هم في حرج، يعني إن أعلنوا السكوت يعني هذا نوعا ما يحرجهم أمام جمهورهم، ولكن في كل الأحوال يعني يعتبر مهم جدا هذا التحالف بين الاتحاد والجيل الجديد. يعني حقق بصورة فعلية التوازن في إقليم كردستان بمعادلة عددية. يعني الديمقراطي دائما يتحدث عن المعادلة العددية. الآن هناك معادلة عددية في الإقليم، هل هناك معادلة سيتخلى عددية في الاتحاد بغداد أيضا الوطني أستاذ عمار. أو سيخل الاتحاد الوطني باتفاقه مع الجيل الجديد في حال اتفق مع البارتي؟ بصراحه يعني هذا متروك لقياده الحزب، ولكن انا ارى هناك اتفاق جيد بين الاتحاد والجيل الجديد قابل للاستمراريه. اما طبيعه التحالفات هذا متروك للمستقبل. انا لا استطيع ان اجزم لك ما سيكون شكل التحالفات المستقبليه، ولكن نحن الان بسبب تاخر تشكيل حكومه الاقليم، وايضا حتى الحكومه في بغداد هناك من يتحدث، انا هنا انقل ولست اتبنى هذه وجهه النظر، قد نكون امام يعني سيناريو إعادة الانتخابات. يعني وين كان من الناحية التكلفة الاقتصادية والأوضاع الداخلية والدولية، وأيضا حتى من الناحية السيكولوجية للجماهير. يعني أحيانا حضرتك تعرف عندما يكون هناك انتخابات دون إحداث تغيير يعني قد يسبب نوعا ما عزوف. أنا هنا أتحدث عن سيكولوجية الجماهير في أي انتخابات قادمة، لأن نسبة المشاركة كانت جيدة في انتخابات الأقليم في 2024 وأيضا في الانتخابات العراقية الأخيرة التي جرت في شهر 11 من العام الماضي. هذه كلها معطيات، ولكن في كل الأحوال تحالف الاتحاد الوطني مع الجيل الجديد يعتبر حدث مهم، أعاد التوازن بصورة واضحة. يعني وين كان هذا التوازن واضح من خلال نتائج الانتخابات، وأرسل رسائل إلى بغداد بأن هناك خارطة انتخابية جديدة في الأقليم. يعني هذه الرسالة خاصة طرفين يجاملون الديمقراطي كثيرا ويحاولون اختزال كل الكرد بحزب سياسي واحد. وهذه هي المعضلة أستاذ عمار. يعني الآن معضلة النظام السياسي في إقليم كردستان ومعضلة الدور الكردي في بغداد هي محاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستحواذ والسيطرة والهيمنة على كل شيء، وإحياء نظرية الحزب الواحد أو الحزب المهيمن الذي انتهت بالأنظمة السياسية. لم يعد هناك في النظام السياسية موضوع الحزب الواحد والحزب المهيمن. نعم، إذا يعني تسمعني أستغل وجودك بالتحديد، هل من الممكن أن يتخلى الاتحاد الوطني الكردستاني عن منصب رئاسة الجمهورية مقابل المناصب اللي يريدها في حكومة إقليم كردستان؟ وشنو هي المناصب اللي يريدها؟ أستاذ العزيز، نعم، أنا أعتقد موقف الاتحاد واضح، فأنا هنا ناقل لسياسة الحزب. يعني الموقف معلن من القيادة من الأخوة في المكتب السياسي هو التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية. لذلك كل حديث عن تنازل أنا أعتقد هذا غير موجود يعني حسب المعلن. يعني الآن نحن نتحدث عن يعني قرارات أو أمور معلنة ببيانات أو بمواقف سياسية، ويعني والاتحاد يؤمن بالحوار ويؤمن بالاتفاق، ولكن ليس على حساب حقوقه. يعني سيدي العزيز، هناك معادلة غريبة يطبقها الديمقراطي، كل منصب من حصته يعني يقوم بالسيطرة والمزاحمة والحصول عليه. المناصب الخاصة بالأحزاب الكردية ومنها الاتحاد يفرض شروط، يفرض إملاءات، يفرض معايير، يطالب بالتوازن والشراكة والتوافق في الأقليم، لا يطبقها في بغداد، لا يطبقها مع شركائه في الأقليم. لديه فيتوهات على اطراف مهمه، مثل يعني مثلا هذه توزيع الفيتوهات على كل المكونات، على اطراف سنيه مثل تقدم، كان هناك حديث عن فيتو على السيد السوداني، فيتو على مرشح الاتحاد. هذه سياسه توزيع الفيتوهات ايضا سببت نوع من التذمر، استطيع اسميه حاله تذمر وطنيه ضد سياسه الحزب الديمقراطي الكردستاني. يعني هذه هي المعادله. انت تتحدث عن الازمه، عندما نشخص الازمه هي محاوله حزب سياسي بالسيطرة على المفاصل المهمة في الأقليم، أيضا بمحاولة الاستحواذ على المساحات العرف السياسي أو الحصص الخاصة بالأحزاب الأخرى عن طريق فرض أجندة وفرض إملاءات وشروط. يعني هذه المعادلة. يعني أنا السؤال المطروح هنا، لماذا الديمقراطي يطالب بمعايير وشروط وإملاءات في المناصب الخاصة بالآخرين ولا يطبقها في المناصب الخاصة به؟ نعم، يعني راح ارجع لك بالجواب على هذا السؤال. وزارة الخارجية امور عديده، خاصة نعم. احنا شفنا هناك زيارات مكوكية للسيد يعني
مسعود بارزاني، من قبل السيد المالكي، من قبل السوداني، من قبل الإطار التنسيقي، وقد يفسرها الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه ثقل يعني كبير، بالتالي يحاول أن يلعب بهذه الورقة. لكن خلينا نشوف رأي أستاذ حسن المشهداني في حيثية شفنا عن طريق وسائل الإعلام اللقاء الأخير مع السيد الحلبوسي، هناك فجوة كبيرة ما بين السيد الحلبوسي والسيد المالكي. المالكي اليوم أصبح أكثر من شخص يرفض أو متحفظ على تولي منصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء داخل الفضاء الوطني غير الفضاء الخارجي. نعم. استاذ عمار، بالنسبه لموقف سيد الحلبوسي، مثل ما تعرف حضرتك بالدوره الماضيه كانوا يعني شكلوا تحالف، اقوى تحالف، واللي هو مع التيار الصدري ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن ثلث المعطل وهو الذي نفس العقده اللي يستخدموها حاليا يخشونها جميع السياسيين، بانه اي جهه تستخدم الثلث المعطل لمنع تمرير رئاسه الجمهوريه. اتوقع مواقف السيد الحلبوسي نابعه من قراءاته للمشهد الاقليمي والدولي. هناك لديه مجسات بانه هناك رفض للسيد نوري المالكي من اقليميا، خاصه من الدول العربيه، ورفض من امريكا. لكن هنا يعني يلعب دور الاطار التنسيقي، هم اصحاب الموقف النهائي، هم اصحاب الكلمه، لان بكون حصول يعني يملكون بحدود ال 192 لكن اكو انقسام ايضا داخل الاطار. نعم. استاذ حسن، هل سيغامر الاطار بالسيد نور المالكي وتبعات وتداعيات هذا الترشيح؟ أنا أعتقد أنه قيادة الإطار التنسيقي أكثر حكمة في هذا الموضوع، لن يذهبوا إلى المغامرة واختيار شخصية جدلية أو الإبقاء على نفس الشخصية لحين تشكيل حكومة ووضع العراق في عزلة، لأن وضع العراق لا يسمح بوضعه في عزلة إقليميا ودوليا. جميعا نعرف بأنه واردات النفط تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي وتذهب يعني يتم صرف الميزانية العراقية. فالعراقيين متخوفين من فرض عقوبات على شخصيات عراقيه وعلى مؤسسات عراقيه مثل بعض البنوك. هذا الامر راح ينعكس على الحال الاقتصادي للشعب. مثل ما تعرف حضرتك، الشعب يعني يهمه بالدرجه الاساس هو المستوى المعيشي ومستوى الاسعار وحصول الرواتب. بشهر الواحد لاحظنا بانه الرواتب تاخرت، يعني رواتب الموظفين في الحكومه المركزيه تاخرت. المواطن يهمه بالدرجه الاساس يعني ان يصل راتبه في الوقت المحدد. هذا التاخير في الراتب يخلق حاله من القلق لدى المواطن العراقي، يشعر بانه الوضع الاقتصادي هش. لذلك يجب على جميع السياسيين ان يركزوا على الموضوع الاقتصادي، وكذلك حتى في اختيار رئيس الوزراء يفترض من قادة الاطار التنسيقي الاتيان بشخصيه اقتصاديه، شخصيه مرنه لديها من المرونه والحكمه، تستطيع التعامل مع الملفات الاقتصاديه بدرجه الاساس، لانه مشكلتنا المشكله العراقيه في 2026 هي مشكله اقتصاديه بدرجه الاساس. فيجب ان يراعون هذه النقطه، وعدم الاصرار على شخصيه جدليه متزمته في المواقف تؤدي الى يعني حصول العراق على عزله دوليه امريكا ومع بعض الدول الجوار. لانه مثل ما تعرف حضرتك نحن يعني العراق مرتبط اقتصاديا في الدول الجوار حتى على مستوى الطاقه. في الشتاء نلاحظ موسم يعني عندما في موسم البرد ايران تقطع الغاز عن العراق، فاصبح عندنا مشكله في الكهرباء. لذلك نتمنى من القياده الاطار التنسيقي ان ياخذوا جميع هذه الامور بنظر الاعتبار، وان يتم التركيز على اختيار شخصيه مرنه وتركز على الجانب الاقتصادي تستطيع حل مشاكل اقتصاديه للعراق. نعم. استاذ احمد، تسمعني؟ أعود إليك. هل السيد المالكي هو يروق أو ضمن المزاج الاتحاد الوطني الكردستاني، أم يتمنون أن يرشح شخصية أخرى؟ نعم أستاذ العزيز، أستاذ عمار، أولا الاتحاد الوطني الكردستاني وهذه السياسة الراسخة يؤمن باحترام خيار البيت الشيعي، وعندما رشح السيد المالكي الحزبين الرئيسيان الاتحاد والديمقراطي هنأوا السيد المالكي كاختيار للإطار التنسيقي، ولكن المعادلة الآن فيها نوع من يعني الطريق كما يقولون ليس مفروشة بالورود. كيف؟ هناك تحفظ من أطراف مهمة داخل الإطار ضد السيد المالكي مثل صادقون وتيار الحكمة، أي العصائب وتيار الحكمة، بالإضافة إلى التحفظات التي أتت من الأطراف السنية، بالإضافة إلى تغريدة ترامب. هنا أتحدث عن الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي الآن في هذه الإدارة، إدارة ترامب، تمتاز بالضبابية سيد العزيز. يعني هناك حسابات الدولة العميقة
الامريكيه تختلف عن حسابات الرئيس الامريكي، وهناك احيانا يعني يكون الكفه تميل للرئيس الامريكي، ولكن احيانا الدوله العميقه لديها يعني كالسلوك الضاغط، او تكون هناك معرقلات لسلوك الرئيس الامريكي، لان الرئيس الامريكي لديه صلاحيات حسب الدستور. وفي العراق يعني حتى سياسته مع العراق هي ضبابيه، يعني موضوع المبعوث الخاص، يعني كان هناك مبعوث خاص معين، الان اعتقد تم تغييره، والان توم براك السفير الامريكي في تركيا والذي يدير المبعوث للرئيس الامريكي في سوريا، الان يدير حتى يهتم بالملف العراقي او يدير جزء منها الى حين يعني انتهاء تسميه مرشح جديد لموضوع المبعوث الخاص، خاصه حضرتك تعرف الاشكاليات الاداريه التي رافقت مايك سافايا المبعوث الامريكي السابق الذي لم يتم التوافق عليه داخل دوائر من الدوله الامريكيه، وحتى يعني بعض الامور الاداريه واللوجستيه. لذلك المالك يعول على هذه النقاط بانه يتم حسب رئاسه الجمهوريه، رئيس الجمهوريه يقوم بتكليفه، يذهب الى الفضاء الوطني، يحاول ان يعني هذه هي المهمه ان نجح فيها المالكي ممكن ان يمرر، ولكن اراها صعبه. انا هنا اتحدث استاذ عمار كتحليل ومعلومه، ولا علاقه لي بقبوله وعدم قبوله او ترشيحه وعدم ترشيحه. هنا اتحدث عن سيناريو يجب اولا التحفظات الموجوده داخل البيت الشيعي ان يعالجها، ثم التحفظات الموجوده داخل البيت السني، ثم النقطه الاهم العلاقه مع الولايات المتحده، يعني هناك شروط امريكيه واضحه، دمج الفصائل، امور اخرى سياسيه تتعلق بالشراكه والعلاقه مع الولايات المتحده. هناك البعض يقول ان المالكي بسبب قربه من الفصائل قد يكون داخل الاداره الامريكيه، قد يكون يقولون هو الشخص القادر على ان يدير هذا الملف، ولكن اكرر واقول الموضوع فيه تعقيدات. نعم سيد يعني سيد هذه عمليه في حال الملائمه مع الولايات المتحده ومع الداخل نور المالكي، هل من الممكن العوده للسوداني؟ السيناريو الاقرب هو ربما استبداله لاحقا في مراحل لاحقه. نعم، هل من الممكن العوده الى السيد السوداني في حال عدم نجاح السيد المالكي بتشكيل الحكومه؟ يعني هذا قد يكون احدى السيناريوهات المطروحه، ولكن بعض الاطراف من الاطار تفاجأت بالاتفاق الذي حدث بين السوداني والمالكي بتنازل السيد السوداني للمالكي، لأن هذا كان ربما دون معرفة بعض الأطراف الأخرى. هذا الحديث يدور في الوسط الشيعي، لذلك السوداني في مرحلة إذا تم رفض السيد المالكي قد يكون إحدى الخيارات المطروحة، بالإضافة إلى أسماء أخرى، حيدر العبدي أو حتى مدير المخابرات الحالي حميد الشطري أيضا يتناول اسمه كونه من الشخصيات التي ممكن قادرة أن تدير المنصب. هذه كلها يعني متروك لسيناريوهات مستقبلية، علينا أن لا نستبق الأحداث. نتمنى يعني في الايام القادمه يتم حسم جزئيه رئاسه الجمهوريه. انا اعتقد يعني هذه ملاحظه والنقطه مهمه يجب ان يعرفها الجميع. اي انسداد اضافي في الايام في الاشهر او يعني تعمق المشهد السياسي اكثر تعقيدا وتكون هناك ازمه، انا بصراحه المتضرر الجميع، خاصه في وضع داخلي، في اوضاع اقتصاديه بحاجه الى اصلاحات، وضع داخلي بحاجه لتماسك، وضع اقليمي مضطرب، ايضا يعني مثلا الوضع الدولي وغيرها. هذه الامور يجب كلها ان تؤخذ بنظر الاعتبار. لذلك نتمنى ان يتم رئاسه الجمهوريه وتسويه مرشح الكتله الاكبر، حينها ان استطاع السيد المالكي ان يحقق معادله داخليه وخارجيه مع اطراف مهمه مثل الولايات المتحده، حينها يمكن ان يمر. بخلاف ذلك انا اعتقد يعني الاطار التنسيقي بنفسه لديه القدره والقراءه الجيده للمشهد الدولي. انا اعتقد لن يعرضوا مصلحه المكون الشيعي والمصلحه العراقيه بصوره عامه الى يعني مثلا ازمه سياسيه العراق في غنى عنها. نعم، وهذا لكل حال ما الحديث وقد يكون الاستبدال احدى النقاط المطروحه. السيد المالكي، ارجع لك استاذ احمد، لكن خلينا نشوف راي استاذ حسن فيما يخص التوقيتات الدستوريه. واحنا شفنا اليوم مجلس القضاء الاعلى وشفناه يضغط على موضوع التوقيتات الدستوريه، وحتى شفناه كان حاضر بانتخاب رئيس مجلس النواب. شلون صار الوضع التوقيتات الدستوريه؟ شلون راح يكون هناك ثقه بالعمليه السياسيه اذا تم خرق التوقيتات الدستوريه؟ قسم قالوا احنا ضمن التوقيتات الدستوريه كون ان العطل ما محسوبه لحين مده التكليف. استاذ عمار، مثل ما تعرف حضرتك يوم 29/12 جلسه البرلمان تمت وتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. يفترض بعد مرور شهر من انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه يتم انتخاب رئيس الجمهوريه. حاليا نحن تجاوزنا المده الدستوريه اسبوع تقريبا، فوق المده الدستوريه، لكن المشكله في القانون لا يوجد نص صريح
انه ما هو يعالج هذه التجاوزات. نعم، ما هي تبعاتها؟ تبعاتها يعني هذا المشرع كان يعني خلينا نقول فصل القوانين فيما يلائم مصالح الكتل السياسيه، لم يضع ماده او شرط جزائي او عقوبه جزائيه في حال تجاوز او خرق المدد الدستوريه، ولهذا السياسيين دائما خلينا نقول يلعبون ضمن هذه المنطقه الرماديه. اتوقع بانه سيتم حسم منصب رئيس جمهوريه عن قريب في هذا الاسبوع القادم ان شاء الله، لانه الكتل السياسيه جميعها تدرك بانه مخاطر التاخير، اي تاخير في حسم موضوع رئيس الجمهوريه سينعكس على موضوع رئيس الوزراء، وبالتالي سيؤدي الى التاثير على الاقتصادي، الوضع الاقتصادي والمعيشي للبلد. فيما يخص السيد السوداني، اتوقع السيد السوداني فرصه ضعيفه اصبحت في الحصول على رئاسه الوزراء، لانه ذهب الى اتفاق احادي، اتفاق فردي مع السيد المالكي بدون استشاره الشركاء او الحلفاء، وهذا الموقف يحسب عليه، يعني يحسب ضد السيد السوداني، لانه يفترض ان رئيس الوزراء يفترض ان تذهب بتحالف بمشوره مع الحلفاء والاصدقاء، ولهذا اتوقع انه سيتم الذهاب الى شخصيه يعني مرشح تسويه. الاخوان في الاطار التنسيقي عندما يدركون بانه نحن ذاهبون نحو انسداد سياسي، لانه سيد المالكي قبل يومين صرح بانه البديل في حاله انه سيتم اختيار بديل يكون من حزب الدعوه، وهو باختيار السيد نور المالكي، وفي نفس الوقت رمى الكره في ملعب الاطار التنسيقي، قال اذا الاطار التنسيقي ارتأوا انه يستبدلون السيد نور المالكي فسيذهبون الى استبداله. اتوقع بانه هناك مفاجآت، والمواقف في اي لحظه قابله للتغيير، لانه مواضيع العراق مرتبطه بالمواضيع الاقليميه، ولا ننسى نحن هناك حرب على الابواب، يعني التحشيدات العسكريه الامريكيه في المنطقه هاي تنذر بحرب في اي لحظه قد تندلع حرب في بين امريكا وايران، وهذه تنعكس تاثير مباشر على الوضع في العراق. نعم. استاذ احمد، ارجع لك. اليوم هي كلها لغه ارقام، ويحتاج لنا 220 نائب ثلثي البرلمان للتصويت على منصب رئيس الجمهوريه. اليوم اكيد مجسات الاتحاد الوطني وعلاقاته مع بقيه الاحزاب طبعا الكفه تميل الى الاتحاد الوطني، خاصه شفنا تصريحات كثيره لقياديين بالاطار الشيعي كون ان الاتحاد الوطني الكردستاني يحظى بثقه اكبر في هذا المنصب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. بالارقام حسب المجسات والتحالفات، هل انتم الاقرب الى هذا المنصب حتى لو كانت اكثر من جوله؟ وهل مستعدون أن تأخذون هذا المنصب على حساب مناصب أخرى في الإقليم ووزارات في الحكومة الاتحادية؟ أستاذ عمار، حضرتك تعرف رئيس الجمهورية بحاجة إلى نصاب ثلثين. نعم. 220 عضو أو الحصول على 220 نائب أو نائب في المرحلة الأولى، ولكن هذا لن يتحقق. نحن الآن لدينا 19 مرشح، 15 من المكون الكردي، 4 من العرب. سيفوز مرشحين، يعني اعلى من يحصل على اعلى الاصوات يدخل لان من الصعوبه الحصول على 220 من الجوله الاولى، يعني هذا سيناريو متوقع. سنكون امام جوله ثانيه من يحصل على 165 يفوز بالسباق الرئاسي. الاتحاد واضح يعني بالارقام كما ذكرت حضرتك، قضيه مهمه اعلنت بصراحه. نرغب بالتوافق داخل البيت الكردي، بخلاف ذلك نصوت ان حدث يعني الدخول باكثر من مرشح نصوت لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. حتى اطراف سنيه مهمه، تقدم، الجماهير غيرها، متحالفين مع التقدم، يشكلون اكثر من نصف او اكثر من المقاعد السنيه سيصوت. والسيد الحلبوسي اعلنها بصراحه في لقاء التلفزيون الاخير، وقبل ذلك ايضا. هذه كلها ايضا المكونات. حتى الاطراف الكرديه، التحالف بين الاتحاد والجيل الجديد 21 مقعد. اطراف كرديه اخرى انا لا اريد ان احرجها يعني واسميها، ولكن واضح جدا ان حدث يعني مرشحين سيصوتون ان شاء الله لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. هذه بلغه الارقام، مع انه في السياسه لا يوجد شيء ثابت، ولكن هناك مؤشرات كثيره تشير. إذا ذهبنا إلى الفضاء الوطني وبأكثر مرشح، الحظوظ ستكون حظوظ مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. بالنسبة لحكومة الإقليم ممكن أن نشهد يعني حكومة جديدة عن قريب، أم راح يبقى الوضع مثل ما هو عليه؟ هنا 40 هنا 42 وراح تبقى الوضع، خاصة احنا مر أكثر من سنة على انتخابات إقليم كردستان. فبالتالي نعم. أشار أيضا الحلبوسي في لقاء الأخير، قال يجب محاسبة حكومة إقليم كردستان أيضا، وحضرتك كنت حاضر باللقاء.
لا موضوع موضوع يعني محاسبه حكومه الاقليم يعني قد انا هنا يعني ربما نختلف مع السيد الحلبوسي قليلا. يعني نعم هو يقصد انه تكون حكومه تصريف اعمال، نعم. ولكن يعني ايضا يعني نحن يهمنا ان تكون هناك حكومه اقليم. هو يقصد الحكومه الحاليه، ولكن نحن يعني نقصد ان دائما حكومه النظام السياسي في اقليم كردستان هو النظام يعني نظامه الخاص به. يعني ربما الخلافات الكرديه هي التي ادت يعني مثلا أن يتعرض هذا النظام، وهذا نتيجة السياسة الحزبية للحزب الديمقراطي الكردستاني. النظام السياسي في إقليم كردستان كان من الأنظمة الجيدة، ولكن بسبب هذه محاولة الاستحواذ على يعني مثلا كل شيء، ويعني إفشال هذا النظام السياسي، لذلك نحن أمام الحكومة يعني أمام تشكيل حكومة جديدة. ولكن أستاذ العزيز أيضا لذلك ربما ملاحظات السيد الحلبوسي نحن نشكره على ما اعلنه من تأييد مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. بعض الامور الاخرى قد تدخل في خانه الفعل ورد الفعل، يعني خاصه بالعلاقه المتوتره مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولكن قدر الجزء الخاص بنا نحن نكون الاحترام والتقدير السيد الحلبوسي، فهو حليف للاتحاد الوطني الكردستاني وشخصيه سياسيه لها كل الاحترام والتقدير. اما الخصوصيه الكرديه فنحن الكرد حريصون عليها، نسعى الى اصلاح النظام السياسي وتشكيل حكومه قادره على التصدي للمسؤوليات الخاصه بالمجتمع في اقليم كردستان سياسيا واقتصاديا. لذلك موضوع رئاسه الجمهوريه الان هو النقطه الاهم، يعني ان شاء الله نكون امام حسم. استاذ عمار فقط للتوضيح، نعم. الاستاذ عمار اشار الى العلاقات الايرانيه الامريكيه وتاثيرها على الداخل العراقي. هذا السيناريو مهم جدا، والان هناك مفاوضات تجري في سلطنة عمان، لذلك التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة له تأثيره على الداخل العراقي. التوصل إلى تصعيد وحرب أخرى هذا أيضا له تصعيد، يعني له تأثير على الوضع العراقي وعلى وضع المنطقة يعني بصورة عامة. هذه كلها يعني مثلا معادلات موجودة. أيضا نتيجة رئاسة الجمهورية، يعني هنا كنا نتمنى أن يكون هناك تفاهم واتفاق داخل البيت الكردي، ولكن أنا أعتقد اذا فاز مرشح الاتحاد ان شاء الله وهو السيناريو الاقرب، يعني ما هي تاثيراته على الداخل الكردي ومستقبل العلاقه بين الاتحاد والديمقراطي. لذلك المشهد معقد، نحن لا نستطيع ان نجزم او يعني نرسم سيناريوهات، كل السيناريوهات مفتوحه. ما نتمناه هو الخير للعراق، خير للبيت الكردي، هذا البيت الذي يمر بمرحله صعبه جدا نتيجه حاله الانقسام الموجوده. كنا سابقا نحن من بيضة القضبان في العملية السياسية، نحن كنا من السباقين نعم. في في تأسيس سؤال الإطار الجامع سؤال الجبهة اخير الكردستانية. استاذ احمد قبل لا اختم وياك، بس سؤال سريع. هل راح نشهد حكومة اقليم كردستان تشكيلها عن قريب ام راح تمتد بعد؟ أنا قلت لحضرتك في ضمن حديث يعني يبقى موضوع رئاسة الجمهورية وتأثيرها، يعني حضرتك تعرف فعل ورد فعل، يعني قد يفوز. نعم. في رأيك يعني هذه النقطة أتمنى المالكي أن أم يتم السوداني تداركها. أم مرشح تسوية جديد؟ أستاذ عمار، علينا الوضع العراقي يعني فقط في جزئية رئاسة الجمهورية له تأثير على الأقليم، يعني أما حتى موضوع الحكومة العراقية شأن آخر، يعني حتى تتضح الصورة. يعني نحن مع الديمقراطي لدينا تنافس سياسي، ولكن نحن أيضا حريصون على الأقليم ومصالح الأقليم ومصالح يعني، ولكن أنا ما أتمناه شيء، الواقع شيء آخر. أنا أتمنى أن تكون جزئية رئاسة الجمهورية بغض النظر عن النتيجة لا يكون لها آثار سلبية على داخل الأقليم. حضرتك تعرف نحن نتعامل يعني الشرق بصورة عامة راح ينعكس حتى من ثقل الكرد في بغداد، كون ان نعرف الكرد من يذهبون دائما، عودونا في كل السنين الماضيه بوفد مشترك عن وفدين، واليوم يعني الصراع الكردي اصبح يعني للعلم، فبالتالي يعني يضعف الموقف الكردي في بغداد. يعني بصورة، وهذا الموقف ضعف يعني منذ 2017 ووفاة الزعيم الراحل مام جلال، 2018 تداعيات رئاسة الجمهورية. يعني حتى هذه اللحظة المشكلة الأساسية للديمقراطي هي خسارة منصب رئاسة الجمهورية في 2018 أمام مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان حينها كل المؤشرات تشير بأن ربما مرشح الديمقراطي هو الفائز، ولكن حدثت يعني الاتحاد بمقبوليته الوطنية، وأيضا حتى الكثير من نواب الشيعة رفضوا الالتزام بقرار رئاسة الكتل وصوتوا حين لمرشح الاتحاد. نعم. أشكرك حين الدكتور برهام صالح. والآن أستاذ عمار فقط للتوضيح، نعم. أيضا هناك مشكلة يعاني منها الأطراف الشيعية التي تجامل الديمقراطي. هناك طرف أو طرفين،
قد يكون رئيس الكتلة يوجههم بالتصويت لمرشح ديمقراطي، ولكن هناك تحالف داخل هذه الكتل، والكثير من الاعضاء يعني لا يرغبون بالتصويت للديمقراطي، سيصوتون لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. انا واثق من هذه المعلومه لدرجه كبيره. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا لانضمامك إلينا ولا كل ما أتيت به وقبول الدعوة من السليماني. أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد. خليني أكمل وياك ما تبقى من دقائق أستاذ حسن. صعبة ما بين السوداني والمالكي والتوقيتات الدستورية، وأيضا في ضوء الاضطراب الإقليمي، الشخصية اللي ممكن العراق يريدها، المواصفات اللي يريدها برئاسة الوزراء القادمة ما بين السوداني وما بين المالكي، أم هناك شخصيات أخرى ستظهر في اللحظات الأخيرة؟ أستاذ عمار، في هاي الأيام القادمة بعد انتخاب رئيس جمهورية أتوقع سيتم طرح عدة أسماء، قسم منها قد يتم طرحه في العلن وقسم تحت الطاولة. لكن أتوقع بأنه الحظوظ طبعا أقوى السوداني، حظوظه قوية جدا، لكن هناك شخصيات سيتم طرح شخصيات أخرى مثل السيد باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك السيد حميد الشاطري أيضا لديهم حظوظ، والسيد العبادي كذلك. أتوقع بأنه الكل يراقب وينتظر المفاوضات الأمريكية الإيرانية. محتاجين إحنا رئيس وزراء عنده باك جراوند أمني أم باك جراوند اقتصادي؟ في هذه المرحلة محتاجين خلفية اقتصادية، لأنه العراق مقبل على أزمة اقتصادية قوية. المشكلة الأساسية التي نعاني منها في العراق هي المشكلة الاقتصادية، والتي تنعكس على كل جوانب حياة المواطن العراقي. يجب على السياسي أن يأخذوا في نظر اعتبار اهتمام المواطن العراقي. المواطن العراقي يهتم بالدرجة الأساس في الوضع المعيشي، في القوت يومه، وأسعار المواد الغذائية والاقتصادية. طبعا الحرب لا سمح الله إذا حدثت بين أمريكا وإيران ستنعكس كثيرا على الوضع الاقتصادي العراقي. لا ننسى أنه لدينا كثير من المواد يتم استيرادها من إيران، من متجار إيران. في حالة حدوث هذه الحرب، خاصة إذا كانت حرب طويلة الأمد، ستنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، ستشتعل أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة، وكذلك بقية المواد التي استيرادها من إيران. لذلك أعتقد سيتم الضغط باتجاه اختيار شخصية وسطية، شخصية لديها مقبولية من جميع الأطراف، وخصوصا إقليميا ودوليا. نعم، بشكل عام سياسة ترامب والولايات المتحدة الأمريكية بعد ما تقبل رئيس وزراء يلزم العصا من النص. نعم. أنت لو وياي لو ضدي. نعم. كيف سيكون المشهد؟ يعني خاصة إيران راح تسمح بهذا الشيء، يكون رئيس وزراء خاضع للإرادة الأمريكية؟ بعض قادة الإطار التنسيقي أتوقع في تفكيرهم أنه أمريكا لا تهتم تعطي ذاك الاهتمام القوي لاختيار رئيس وزراء العراق، وهم واهمون في هذا التصور. نعم، كون أن العراق لم يعد أولوية. نعم، لكن على العكس العراق بلد مهم جدا بالنسبة لأمريكا. العراق لا ننسى أنه شكل عقدة من الطرق. لا تنسى حضرتك قبل في دورة سيد عادل عبد المهدي عندما ذهب لعقد الاتفاقية مع الصين بضغوط أمريكية، تم إلغاء هذه الاتفاقية، وتمت يعني الانقلاب على انتهت الحكومة السيد عبد المهدي بسبب هذه الذهاب وعقد اتفاق مع الصين. الصين كانت تخطط إلى الاستمرار في اتفاقية الحزام والطريق، أو ما نسميه نحن في طريق التنمية. كانت هناك خطة ليكون طريق التنمية يمر عبر العراق، وتنفذ جزء من عنده حاليا في جنوب العراق، طريق التنمية لتصدير البضائع الصينية والبضائع الآسيوية إلى دول أوروبا عن طريق العراق. أمريكا تنظر إلى المستقبل. أمريكا عدوها الأول، عدوها المستقبل هو الصين، والعدو اقتصادي بدر الأساس. لا تنسى أنه الصين دولة صناعية، اقتصادها قوي جدا، فهي تريد يعني هناك صراع نفوذ بين أمريكا وبين الصين. كل طرف يحاول أن يزيد من عدد حلفائه في المنطقة، خصوصا منطقة الشرق الأوسط. الشرق الأوسط منطقة مهمة جدا، وأمريكا تدرك أهمية العراق. العراق عضو فاعل جدا، عندما تكون حكومة موالية كليا وحليفة لأمريكا في المنطقة فإنها ستؤثر على المشهد الاقتصادي. ممكن أن حكومة تصريف الأعمال تمشي حتى لو بعد سنة، لحين ما ونشهد انتخابات مبكرة. هناك حديث أنه ممكن حكومة تصريف الأعمال تمشي سنة، وخاصة أنه السيد السوداني عنده مقبولة من الولايات المتحدة، وبالتالي قد يمكن نشهد أيضا انتخابات مبكرة. أنا لا أذهب مع هذا الاحتمال. أتوقع نعم. أنه جميع الأطراف السياسية وحتى الإقليمية لن ترضى على تصريف يعني الاستمرار في حكومة تصريف الأعمال، لأنها ستكون حكومة مقيدة، حكومة ناقصة صلاحيات، وبالإمكان سيتم الطعن في أي قرار تتخذه هذه حكومة تصريف الأعمال من قبل البرلمانيين. كل دورة برلمان تتشكل تتغير موازين القوى، حتى ثقل كل قوة سياسية في البرلمان تتغير. وهذه القوة السياسية التي ذهبت إلى حصول على عدد من المقاعد في البرلمان تطمح إلى
الى اخذ حصتها من المناصب التنفيذيه. يعني بعض الوزارات يعني شاهدنا انه قسم الكتل انخفض اعداد برلمانيها تمثيل البرلمان، وكتل اخرى زاد العدد، فهذه الكتل التي حققت مقاعد اعلى لن تسمح باستمرار حكومه تصريف الاعمال، وصدغت بهذا الاتجاه لكي يتم انتخاب حكومه جديده. نعم. اشكرك جزيل الشكر السيد حسن المشهداني مراقب للشأن السياسي، شكرا على كل ما اديت به ولانضمامك الينا. ايضا الشكر موصول للسيد احمد الهركي من السليمانيه عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، وايضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول اليكم. التقيكم الاسبوع القادم ان شاء الله. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء. وعليكم السلام.